صباح الخير. حابب أشارككم النهاردة برسالة صوتية من خلال القراءات الكتابية بتاعة النهاردة، أشجعك تقرا وتسمع الرسالة دي. قراءات كتابية في يعقوب أصحاح 2 وأيوب 5 و6. أيوب أصحاح 2 بيتكلم عن أعمالك وإيمانك. الإيمان هنا مش الإيمان المعجزي إن أنا واثق ربنا يشفيني أو يتدخل في ظروفي. الإيمان هنا وإيمان البنوية، أنا بقيت ابن. فلو كنت أنا ابن فأنا لازم أعمالي تبقى أعمال الابن. أنا في النور مش في الظلمة. ما دام أنا في النور يبقى باسلك في النور، ما يكونش في أي طرق بتعلن إن أنا في الظلمة، أيًا كان نوعها إيه. الحاجة التانية في أيوب 5 و6. أيوب 5 بيتكلم هنا أليفاز التيماني، وآخر آية قالها أليفاز التيماني في أيوب 5 بيقول له: "فاسمع واتعلم أنت." يعني بيقول له افهم بقى، اللي أنا باقوله لك ده هو افهمه. إيه اللي قاله أليفاز؟ أول حاجة بيقولها أليفاز بيقول له: خلّي بالك يا أيوب إن البلية لا تخرج من التراب. خلّي بالك، اللي أنت فيه ده مش جاي كده وخلاص، لأ ده في مشكلة. وبعدين تعالَ أكلمك عن ربنا، فاتكلم عن ربنا أليفاز في أصحاح 5، فبيقول عنه إيه؟ الفاعل عظائم، الجاعل المتواضعين في العلا، المبطل أفكار المحتالين، المنجي البائس من السيف، يجرح ويعصب ويسحق ويداه تشفيان. ده الرب وده حقيقة، ده مش كده وبس، ده قال خلي بالك كمان فتعلم أن خيمتك آمنة. لو أنت عرفت ده تعلم أن ذرعك كثير. لو أنت عرفت ده، على فكرة أليفاز الجزء بتاع ربنا ده حقيقي اتكلم عنه عن الرب، بس استخدمه على أيوب بالغلط. أيوب مش في الحالة دي، أيوب ما يستحقش الإعلان أو الاستعلان بتاع الله لأيوب في الوقت ده في الحالة دي. الرب هو بينجي، الرب هو الجاعل المتواضعين في العلا، لكن أيوب مش دي الحالة اللي هو فيها. عشان كده يختم أليفاز ويقول له اسمع وتعلم من ده. لكن أصح 6 بيرد أيوب، فبيرد أيوب بيقول إيه؟ بيقول كلمات مهمة جدًا أنا محتاج النهارده نقف قدامها. يختم الأصحاح أيوب ويقول أصحاح 6: ارجعوا لا يكونن ظلم، ارجعوا أيضًا فيه حقي. بيتكلم عن الرب. وبعدين راح قال أنا عايز أقول لكم ليه ده، لإن كل الكلام اللي بيتقال ده هو مش مضبوط بالنسبة لي. اتكلم وقال: كربي مصيبتي أثقل من رمل البحر. اتكلم عن ربنا وقال اللي أنتم بتقولوه ده لو هو ده ربنا يبقى كده ربنا ألغى كلامي. قال كمان عنه إن هو جمّع كل شيء واصطف ضدي. بيتكلم عن ربنا. بعدين راح قال لهم من فضلكم أنا شاعر بظلم، بس عايز أقول لكم فيه حقي. إذا كنت اتعرضت في حالة زي حالة أيوب أنا باشجعك أوي النهارده، بُص عليه وقُل له كده هو أنت، أنا عارفك، أنا فاهمك، مش هاتأثّر بأي كلام أو أي طريقة أو أي أسلوب ممكن العدو يحاول يعطّلك فيهم أو يتعبك فيه.